السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسماء البستاوي، والنهارده هنتعلم ازاي تعملي طوق الورد باللولي باسم بنوتك بطريقه سهله وبسيطه جدا. كمان هقولك تجيبي اللوجو او اسم البنوته منين، ازاي تطلبيه. لو مش هتقدري تطلبيه من الصفحه بتاعتي، طبعا هو متاح بكل الاسماء فضي وذهبي. يلا بينا نشوف الخامات والطريقه مع بعض. اول حاجه معايا طبعا واساسي هو اسم البنوته. طبعا ده بيبقى زي اللوجو اللي بيتركب على الشنط كده، بيبقى اكريليك. ممكن كمان يكون معدن، لكن المعدن ممكن يبقى تقيل شوية او يبقى يعني مش مناسب للبنوتة. فطبعا الاكريليك بيبقى اخف، وطبعا بيبقى ليه فتحتين كده زي ما انتم شايفين من الجنبين كده بالشكل ده، علشان اقدر اركب او اصمم العقد بتاعي والورد كمان. تمام. طبعا بيبقى عليه زي طبقه خفيفه بتتشال كده. كل الاسماء متاحه بفضل الله من خلال الصفحه، هسيبها لكم في اول تعليق مثبت علشان تقدروا تطلبوها بكل سهوله. طيب لو مش هتقدروا، اي محل جنبكم بتاع دعايه واعلان بيعمل الاشكال دي بكل سهوله برضو، بتقولوا له الاسم وبتطلبيه فضي او ذهبي وبيعمله بكل سهوله. طبعا بالنسبه للورد، انا معايا هنا الورد ده ورد فوم. وطبعا انت بقى لو هتعملي المشروع ده يفضل ان انت ما تجيبيش الورد ده فرداني، تجيبيه بالكيسه كده على بعضيها، لان طبعا كده انت هتاخديها بسعر الجمله، فبالتالي هتوفري كتير قوي. يعني مثلا الورده دي لو هتشتريها فرداني ب5 جنيه، فانت مجرد ما بتجيبي الكيسه دي هتبقى الورده واقفه عليكي ب3 جنيه بس، فطبعا كده انت وفرتي كتير. تمام. تاني حاجة بحتاج برضو اللولي. انا مستخدمة هنا لولي مقاس 10. ده لولي مستورد CCB، وطبعا لازم يكون الخامة بتاعته كويسة عشان تتناسب مع الخامات اللي احنا هنستخدمها النهاردة، وعلشان طبعا دي هيبقى دايما يعني لما تتلبس هتبقى فيها احتكاك كده مع الراس، فتكون خامتها كويسة متقشرش بسرعة. كمان هحتاج قفل سلسلة لكن حجمه كبير. كمان هحتاج حوالي ربع متر من السلسلة ألمونيوم مش بتغير لون أبدا. ومعايا لولاية واحدة بس كبيرة، هنشوف في الآخر هنعمل فيها ايه. تمام. بالنسبة بقى للخيط اللي أنا هستخدمه النهاردة، أنا هستخدم خيط مقاس 60 وخيط مقاس 50، وهنشوف مع بعض برضو كل حاجة هستخدمها في ايه بالظبط. يلا بقى بينا ندخل على الشغل العملي على طول ونشوف هنعمل ايه. حبيت اقول لكم التفاصيل عشان الناس اللي حابه تاخد الموضوع ده كمشروع. معايا هنا 6 وردات، وطبعا كل حاجه هتبقى بسن البنوته، وهقول لكم النقطه دي في النهايه. معايا هنا 3 وردات. ببتدي ان انا اجيب الشمع. تمام. طبعا انا مستخدمه هنا شمع برضو مسدس صغير علشان الشمع ما يبقاش باين معايا. تمام. هاجي كده على جنب الورده، وهبتدي ان انا احط نقطه بسيطه خالص، وهبتدي ان انا الزق فيها الورده التانية وراها كده بالجنب. فهماني؟ يعني عايزاهم الاتنين يبقوا لازقين جنب بعض بالجنب كده. وهاجي على التانية وهعمل نفس الخطوة بالظبط، وهلزق فيها التالتة برضو بنفس الطريقة. كده انا بهيئ الشغل بتاعي علشان وانا بشتغل يبقى الامور ايه سهلة وبسيطة معايا. تمام. انا عايزاهم يبقوا بالشكل ده، يبقوا متمسكين معايا بالشكل ده. تمام. لكن انا طبعا مش هعتمد على الشمع بس، لانه مش كافي اصلا وهيتفك بكل سهولة. انا بس بهيئ الشغل. تمام. وهاجي على ال3 وردات التانيين وهعمل فيهم نفس الخطوة. طبعا انا هنا مستخدمة 3 وردات بناء على سن البنوتة، انما مثلا لو هتبقى واحدة كبيرة او سن انيسات او كده، بتزودي طبعا عدد الورد 4 وردات مش 3 بس. تمام. لكن احنا البداية بتاعتنا 3. بعد ما لزقتهم بالشكل ده، تمام، هبتدي بقى ان انا اعمل الطوق بتاعي بكل سهولة، وهنشوف هنركب الورد ده ازاي. ايا كان بقى العدد اللي انت هتعمليه من الاطواق، هتجهزي الورد بتاعه كله بنفس الطريقة. بعد كده معايا بقى اللولي. تمام. ومعايا كمان القسم، ومعايا الخيط. هستخدم هنا خيط مقاس 60. تمام. كل اللي انا بعمله ببتدي ان انا اسحب جزء كده من الخيط. الناس اللي بتهتم بالتفاصيل او بالمقاس بالظبط، هسحب حوالي نص متر. تمام. اهو معايا نص متر من الخيط بالشكل ده. بعد كده هبتدي ان انا معايا الخيط اهوت ليه طرفين، هجيب الاسم بتاعي وهاجي على طرف من الاطراف اهو، طرف اهو من الخيط، ببتدي ان انا اعديه، وبعد كده بسويه بالطرف التاني. يعني انا عديت الخيط عادي خالص اهو من الفتحة بتاعة الاسم، بحيث ان هو يبقى مجوز معايا. تمام. بعد كده ببتدي ان انا اضم الخيط لبعضه. تمام. وهبتدي ان انا الضم عدد اللولي اللي انا محتاجاه. انا محتاجة 13 لولاية. طيب لو عايزه اقل او اكتر، كل ده بيبقى بناء على البنوته اللي انت هتعملي لها الطوق، صغيره
كبيرة، يعني ممكن مثلا تبقى بنوتة عندها سنة 2 3 10 ما شاء الله او كده، فهماني؟ فطبعا بيبقى على حسب، يعني العدد اللولي اللي انا بركبه دلوقتي ده مش ثابت معايا في كل الاطواق. تمام. لكن اللي انا بعمله دلوقتي كان لسن بنوتة عندها حوالي 7 سنين 8 سنين وهكذا. انا هوريكم في الاخر ورقة كده كاتبة فيها المقاسات او السن بتاع كل بنوتة، وعملت لكل طوق ايه الاحجام بالظبط وعدد الورد وكل الكلام ده. تمام. انا هنا بلضم اللولي بتاعي عادي خالص، وبعد ما لضمته بالشكل ده بصوا، تعالوا كده نأكد مع بعض. بصوا اهو، بصوا الخيط عامل ازاي مجوز اهو، ولضمت فيه، وهبقى ازق اللولي بالشكل ده. بعد كده هبتدي بقى ان انا اقفل الخيط بتاعي. هقفل الخيط بتاعي ازاي؟ هقفله بالحباسه والستوبر كاني بعمل عقد عادي جدا. تعالوا نشوف الجزء ده مع بعض ونركز فيه، عشان في ناس مش بتاخد بالها قوي من التفاصيل دي. انا معايا هنا حاجه اسمها الحباسه. الحباسه دي بتبقى شكلها عامل كده زي الشنطه مثلا المفتوحه كده، وبيبقى ليها فتحه صغيره من تحت، اللي هي دي اللي انا بعدي منها الخيط. تعالوا نشوف ده عملي اهو. طبعا انا هنا بعدي طرفين الخيط اللي هما المجوز اللي معايا في الحباسه بالشكل ده، بحيث ان هي تبقى بالشكل ده كده. تمام. بعد كده معايا طرفين الخيط هبتدي ان انا اركب فيهم الستوبر. الستوبر ده بيبقى زي حبات السكر المفتوحه، وبرده معدن. تمام. هبتدي ان انا الضم. انا هنا هلضم 2 ورا بعض، هو طبعا واحده بس كفايه، لكن انا بحب يعني ايه زي زياده تاكيد كده، فهماني؟ تعالوا نشوف مع بعض شكل الستوبر ده بيبقى عامل ازاي، عشان لما تشتريه تبقى واخده بالك. بصي، عباره عن حلقات صغيره كده فضي وذهبي، بتبقى معدن، بحيث ان انت تقدري تضغطيها كويس جدا على الخيط. بعد كده ببتدي ان انا اسحبهم لتحت خالص كده. ومعايا طبعا الزراديه اللي هي بسنان دي برضو، عشان تبقوا واخدين بالكم منها، بحيث ان هي تبقى ناشفه في الضغط. فهبتدي ان انا اضغط بقى عليهم، وطبعا بسيب مسافه صغيره قوي قوي مش كبيره علشان الخرز بتاعي يتحرك. بصوا، انا عديتها كده في النص بتاعه الحباسه، وببتدي ان انا اضغط عليها على الخيط مره واحده بالشكل ده، هتلاقيها اتفردت معاكي كده. تمام. وهعمل اللي بعديها بنفس الطريقه، بضغطهم كويس جدا الاتنين مع بعض. بصوا شكلهم بيبقى عامل ازاي. بعد كده بقص طبعا الخيط الزياده. تمام. يبقى انا كده قفلت كويس قوي. بصوا شكلهم بيبقى عامل ازاي. بعد كده الحباسه بقى اللي هي مفتوحه دي ببتدي ان انا اقفلها، يعني الشنطه بدل ما هي مفتوحه كده ببتدي ان انا اقفلها كده على الستوبر اللي انا قفلت كويس على الخيط. طبعا انا بقول لكم مصطلحات بسيطه خالص عشان يعني تقدروا تفهموني، فاهميني؟ بس بصوا بقى الخرز معايا بيتحرك ازاي، هو ده اللي انا عاوزاه. عشان كده انا سبت مسافه صغيره جدا، بحيث ان الخرز يتحرك ما يبقاش مشدود جامد وممكن يتقطع بكل سهوله، لا احنا عاوزينه يبقى مظبوط. فهاجي على الجنب التاني او الفتحه التانيه في القسم، هعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض. طبعا انا شغاله هنا بخيط مقاس 60. تمام. طيب يعني هعمل ايه؟ هبتدي برضو ان انا اخد نص متر من الخيط. تمام. بعديه كده في الفتحه بتاعه القسم، وبيبقى الخيط معايا مجوز. ببتدي ان انا الضم عدد اللولي اللي انا ملتزمه بيه. يعني ايه؟ يعني نفس عدد اللولي اللي انا حطيته في الجنب الاولاني هو بالظبط هحطه برضو في الجنب ده، ولا اقل ولا اكتر. تمام. هبتدي ان انا الضم 13 خرزه من اللولي. تمام. نفس العدد. وطبعا بعد ما بلضم بقى العدد اللي انا محتاجاه، هبتدي ان انا اقفل بالحباسه والستوبر نفس الطريقه بالظبط. طيب لو انا دلوقتي عندي لولي مقاس 8 هعمل ايه؟ هبتدي ان انا ازود خرزتين زياده في كل جنب من الجوانب، خرزتين زياده، لان حجم الخرزه كمان بتفرق معايا قوي. تمام. فانا هنا كنت بتاكد من العدد زي ما اتفقنا مع بعض، لان واحده بس ممكن تفرق وتبوظ لي الشكل. بعد كده ببتدي ان انا الضم اهو الحباسه اهو. بعد كده هبتدي ان انا الضم الستوبر، واحده بس كفايه، مش شرط 2 يعني. تمام. لكن انا هلضم 2 علشان طبعا انتوا عارفين الاطفال يعني ربنا يبارك في عمرهم يا رب، بيبقوا مش بيستعملوا الحاجه كده بهدوء والكلام ده، فيعني لازم نحافظ على قد ما نقدر ان الحاجه تطلع متينه او كويسه. اهو ضغطتهم كويس جدا. بعد كده بقص الخيط الزياده، بعد كده بقفل الحباسه عليهم كويس جدا، وده بيكون الشكل معايا. بصوا دلوقتي بقى هو كده جاهز معايا ان انا اركب الورد.
تمام. هبتدي بقى ان انا اشيل خلاص الحاجات دي، خلاص كده انا مش محتاجاها. وهبتدي كمان ان انا اشيل الخيط مقاس 60، وهبتدي ان انا استخدم خيط مقاس 50، يعني مقاس ارفع، يعني ممكن 50 او 40 كمان على حسب المتاح عندك. ليه هنا استخدمت مقاس 50؟ لان انا هبتدي ان انا الضمه في ابرة. تمام، يعني انا هركب الورد معايا هنا بالخيط والابرة مش باللزق ابدا. في ناس ممكن تستخدم اللزق اللي هو البي 7000، هيبقى لطيف مش وحش بس مش هيبقى متماسك قوي. فهبتدي ان انا اجيب الابره كده وهاجي على طرف الخيط. حاولي طرف الخيط بتاعك طبعا بيبقى تخين شويه مش بيرضى يعدي في الابره، فهبتدي ان انتي تفرديه على قد ما تقدري بالزراديه او باي حاجه كده، بحيث ان هو يبقى مفرود معايا ويبتدي يعدي بكل سهوله. تمام اهو. بعد كده هبتدي ان انا اعديه في الابره، طبعا ابره الخياطه العاديه خالص اللي احنا بنستخدمها. ابتدي ان انا اسحبها برضو بالزراديه كده بالراحه عشان الابره متتكسرش معايا. بس هو ده اللي انا محتاجاه، مش لازم اعدي طبعا الخيط كله، انا عايزاه يبقى فرداني اصلا، بس علشان خاطر الابره تبقى متماسكه بس معايا. بعد كده هبتدي ان انا اجيب ال3 وردات بتوعي وهبتدي ان انا اخيطهم في اللولي. طبعا كل جزء هبتدي ان انا اركب فيه 3 وردات. هبتدي كده ان انا اجيب الورد والخيط والابره واللولي. هاجي هنا وهسيب اخر واحده، يعني اخر واحده من اللولي دي بسيبها وباجي على رقم 2 وبعدي منها الابره بالشكل ده، وبسحب طبعا الخيط للنهايه لغايه ما اسيب جزء زي اللي انتوا شايفينه ده او المسافه دي، علشان ابتدي ان انا اربط الخيط في النهايه، لان انا هرجع بالخيط مره تانية لنفس المكان اللي انا بدأت فيه. تمام اهو. عديت انا في لولايه واحده بس، وبعد ما بعديت كده تعالوا كده نقرب ونشوف. هنشوف بقى، بصوا بالابره كده هبتدي ان انا اخيط الورده بالشكل ده. تمام اهو. اول جزء كده ببتدي ان انا اعديه، يبقى انا طلعت من اللولايه ديت عديت في الورده، بعد كده هرجع فيها مره تانية. تمام اهو. ابتدي اسحب طرفين الخيط كده علشان الشغل بتاعي يبقى مشدود ومظبوط. تمام اهو. بعد كده بنفس برضو الخيط والابره اللي معايا هبتدي ان انا اعدي مره كمان في الورده بالشكل ده. بعد كده هرجع في نفس اللولايه تاني واللي جنبها، يعني انا هعدي بقى، انا عايزه اعدي خط مستقيم عشان اوصل للولايه اللي عليها الدور اللي هخيط الورده اللي فوقيها. فاهماني؟ تسحبي كده طرف الخيط الاساسي وطرف الخيط ده اهو. شايفين الورده ثابته معايا ازاي؟ طبعا انا لسه هثبتها تاني بس هنشوف مع بعض. معايا اهو. هعدي في اللولايه اللي جنبيها بالابره كده والخيط اهو، وهعدي في اللي جنبيها كمان. تمام. واظبط كده الورد بتاعي افرده عشان يبقى المقاسات مظبوطه. هاجي على الورده كده اهو، اللولايه ديت هي دي اللي تحتيها بالظبط، فهبتدي ان انا اعدي فيها برضو. بعد كده بمسك الورده كده تكون مفروده في ايدي وهخيط الورده بنفس الطريقه برضو. هبتدي ان انا اهو بخيط كده. طبعا حتى لو الورد قماش بقى فوم زي اللي معايا برضو هيبقى حلو، والخياطه بتاعته هتبقى سهله جدا. وطبعا الجمال بقى هنا ايه؟ ان الخيط اصلا انا مستخدماه شفاف فمش باين اصلا، فهماني؟ مش اسمر مش احمر، فاهماني؟ يعني انتي عشان كده انا هنا استخدمت خيط مقاس 50 علشان ما يبقاش باين، خيط صناره مقاس 50. لو استخدمت الخيط القطن هيبقى باين قوي ومش هيبقى بصراحه التشطيب بتاع شغلك مش هيبقى الطف حاجه يعني. تمام. هبتدي طبعا ان انا اعدي كده الخيط برضو. تمام، بحيث ان انا اخيطها مره كمان اهو. وبعد كده ببتدي ان انا اعدي في صف اللولي ده اهو لغايه ما اوصل برضو للولايه اللي انا هقف عندها عشان اخيط الورده رقم 3. تمام اهو. يبقى انا في البدايه خالص سبت لولايه واحده بس وبدات ان انا اشتغل، مينفعش اشتغل منها على طول، وهنشوف مع بعض ليه. بصوا الورد مفرود معايا وشكله حلو جدا ازاي كده.
هاجي بقى على رقم 3 وهبتدي برضو ان انا اخيطها. يبقى هي دي اللولاية اللي فوقيها الوردة على طول هتبقى مفرودة اهي، وهبتدي ان انا اخيطها بالشكل ده. طبعا الالوان اصلا بتاعه الطوق اللي هي الاوف وايت مع الذهبي بجد يعني حلوه قوي. طبعا لو انت بقى عملتي الاسم بتاع بنوتك لونه مثلا فضي، ممكن بقى تعملي الوان تانية خالص على فكره، مفيش مشكله، هتبقى حلوه قوي معاها. لكن انا دايما بشوف ان الذهبي بيبقى يعني الالوان الانسب معاه الاوف وايت او الابيض، بيبقى حلو جدا يعني، تحسي كده بالشياكه كده وحلو قوي، يليق على حاجات كتيره جدا. تمام. بعد كده انا معايا بقى الخيط والابره اللي معايا دول، انا عايزاهم يرجعوا مره تانية بحيث ان هو الخيط بتاعي يتقابل مع طرف الخيط اللي انا سايباه من البدايه، علشان التشطيب بتاعي يبقى ممتاز وقفلت كويس قوي. بصوا هنا انا سايبه برضو يعني حوالي 2 من اللولي كده، علشان لما البنوته تلبسه يبقى برضو اللولي باين ومدي اضاءه حلوه على الوش كده، يبقى شكله جميل. تمام. هبتدي بقى ان انا اخيط بالعرض اهو واعدي في اللولي. يبقى انا دلوقتي بعمل حاجتين او مهمتين مع بعض، بخيط الورد بالعرض وبعدي الابرة في صف اللولي ده مرة كمان، علشان يبتدي ان انا انهي الخيط بتاعي ويبقى الشكل في النهاية شكله لطيف وحلو وتشطيبه يبقى كويس جدا اهو. ببتدي ان انا اعدي في الصف، واول ما باجي عند الوردة ببتدي ان انا اخيطها بالعرض اهو. عديت اهو، اهي الوردة اهي، هبتدي ان انا اخيطها بالعرض. تمام اهو. ببتدي ان انا اعدي في اللولي اللي عليه الدور. تمام. على فكرة الموضوع سهل جدا، ما تفكرهوش ان هو صعب او اي حاجة، لا خالص، بس انا عشان التصوير وكده ببين لكم او بوضح لكم، لكن بقية الاطواق اللي انا عملتها بكل سهولة، في ثواني كانت خالصة معايا يعني بفضل الله طبعا. فهماني اهو. هاجي على اخر وردة وبرضه هخيط بالعرض. تمام. بعد كده هعدي في اخر واحدة من اللولي اللي انا كنت اساسا معدية فيها من الاول. تمام. يبقى انا كده معايا طرفين الخيط طالعين من نفس اللولاية اللي انا بدأت فيها. تمام. طبعا لو لقيتي الابرة صعبة معاكي شوية ممكن تشديها بزرادية او باي حاجة عشان ما تعوريش ايدك. تمام. معايا طرفين الخيط اهوت. هبتدي بقى اقص الابرة، خلاص انا مش محتاجاها، وهاجي على طرفين الخيط وهبتدي ان انا اربطهم 3-4 ربطات بقى براحتي، لان الخيط اساسا رفيع، وكمان اللولاية مقاس 10 فتستوعب العقدة او الربطة في النهاية. ده غير ان انا كمان خلصت الجزء ده خلاص، فالعقدة او الربطة دي مش هتعمل لي مشكلة في الخياطة او في اي حاجة، فهماني؟ فهبتدي ان انا اربط كده زي ما انتوا شايفين، وبعد ما بربط كويس جدا هبتدي ان انا امسك طرفين الخيط وبعديهم في اللولاية الاولانية اللي انا كنت سايباها من البداية. بساوي طبعا الخيط بتاعي كده اهو، وبمسك طرفين الخيط. شفتوا بقى اللولاية اللي انا سبتها في البداية خالص دي، هبتدي ان انا اعدي فيها طرفين الخيط اهو، وهبتدي ان انا اسحب طرفين الخيط بالشكل ده، بحيث ان انا العقدة او الربطة اللي معايا تختفي خالص وتبقى تحت الخرزة الاخيرة دي، وابتدي ان انا اقص الخيط بتاعي. يبقى انا هنا عملت ايه؟ ركبت الورد بكل سهولة اهوت، ثابت معايا. بصوا التشطيب بتاعه ولا كأني عملت حاجة خالص يعني، ولا كأني عملت، كأني اساسا لزقاه. تمام. انما لو لزقتيه اصلا بمسدس الشمع هيفك معاكي بكل سهولة، وهيخلي كمان اللولي كمان يقشر. فاهمة قصدي؟ اهو. بصوا شكله حلو جدا ازاي، ده غير ان هو متماسك قوي يعني، بصوا متماسك جدا. تمام. وطبعا كل اللي انا هبتدي اعمله دلوقتي، هبتدي ان انا اعمل الجنب التاني بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها الجنب ده، يعني هركب الورد بنفس الطريقه او نفس الخطوات بالظبط. هو عباره عن جنب والجنب التاني بقلده. تمام. فانا هعمل نفس الخطوات دلوقتي، ان انا برضو بلضم الابره بتاعتي. تمام. وبعد كده ببتدي ان انا امسك الورد وبخيطه في اللولي بنفس الخطوات بالظبط. طبعا بسيب اول واحده
وباجي على تاني واحدة ببتدي ان انا اعدي فيها الخيط بالشكل ده، وبثبت الورد معايا. ببتدي ان انا اخيطها كده بالطول نفس اتجاه اللولي اللي انا ماشية فيه، وبعد كده برجع في اللولي او اللولاية اللي انا واقفة فيها مرة تانية، ببتدي ان انا ماشية خط مستقيم في اللولي اللي قصادي ده. تمام، لغاية ما اوصل للوردة اللي بعديها واللولاية اللي تحتيها بالظبط، وببتدي برضو ان انا اخيطها فيها كويس اوي. تمام، بحيث ان انا ابقى ماشية بانتظام مش بشغل عشوائي، علشان الشغل معايا في النهاية يبقى تشطيبه شكله حلو وما يعملش معايا خطوط او يقطع لي كمان الوردة او اي حاجة من المشاكل دي. لا، انا عايزة ابقى ماشية مظبوط وبخطوات مظبوطة، ولا ازود قوي ولا اقلل قوي. تمام، وطبعا بعد ما بعمل الخطوة دي ببتدي ان انا ارجع بالخيط مرة تانية، لكن بخيط الورد بالعرض مش بالطول، يعني عكس الاتجاه اللي انا شغالة بيه من ساعتها، عشان يبقى كأنك حزمتي الوردة بالخيط، بقيت متماسكة معاكي، وفي نفس الوقت شغلك يبقى مظبوط وكويس قوي. تمام، اهو نفس الخطوات بالظبط انا بكررها معاكم في الجزء ده، بس بحب ان انا برضو اوضح لكم علشان تبقوا فاهمين ان الجزئين زي بعض في كل حاجة، في نفس العدد وفي نفس الشغل وفي نفس كل حاجة، بنفس طريقة التشطيب وكل حاجة. تمام، طبعا انا عايزه اقول لكم بجد المشروع ده هايل، تحفه تحفه بجد، يعني بجد حصري، وكمان شكله هيبقى حلو قوي معاكي، كمان هيبقى جديد، فكرته حلوه، تقدري تنفذيه بكل الاسماء، تقدري تعمليه فضي او ذهبي، حاجات كتيره قوي. طبعا احنا كده كل اللي فاضل معانا بعد ما بخلص الجزء ده التشطيب النهائي او التقفيل في الاخر بقى هيبقى عامل ازاي. تمام، بعد كده ببتدي برضو ان انا اربط الخيط بتاعي كويس جدا، وبعد كده طرفين الخيط دول ببتدي ان انا اعديهم في اللولايه الاخيره اللي انا سبتها من البدايه، وبعد كده ببتدي ان انا اسحب طرف الخيط كويس علشان العقده دي ما تكونش باينه، وكمان تبقى متماسكه معايا، وبقص الخيط. بصوا بقى الشكل النهائي بيبقى عامل ازاي، ده شكل كده الورد في الجنبين. عايزه اقول لكم ان هي في اللبس بجد بتبقى تحفه تحفه، يعني حلوه قوي، بتعمل اضاءه كده وشكل حلو قوي للوش. بعد كده هبتدي بقى ان انا اركب السلسله والقفل ازاي علشان تدينا شكل حلو. خلاص كده انا مش محتاجه الابره ولا اي حاجه خلاص، كل اللي انا محتاجاه دلوقتي هحتاج القفل والسلسله ولولايه واحده، وكمان مسمار مفتوح. طبعا ده مسمار برضو بتاع اكسسوارات، بيتباع بالوزن، ممكن تجيبي مثلا منه ب10 جنيه او حاجه. هبتدي ان انا احط اللولايه واحده كده، وهجيب الزراديه بتاعه اللف، ببتدي ان انا امسك طرف المسمار وبلفه بكل سهوله، بيتلف معايا كده بحيث ان انا اقفل المسمار على اللولايه بالشكل ده. تمام، هو ده الشكل اللي انا محتاجاه. تمام، وفي نفس الوقت المسمار قافل لي الفتحه بتاعه اللولايه من هنا، فبالتالي مش هتعدي. بعد كده معايا هنا ربع متر من السلسله، هبتدي ان انا اخد حوالي 4 أو 5 حلقات، هفصلهم كده لوحديهم. تمام، وبقيت السلسله هسيبها هتبقى بالحجم ده. هاجي على القطعه الصغيره دي اهي، وهبتدي ان انا اجيب زرد او دبل. الزرد او الدبل دي برضو بتتباع مع الاكسسوارات، بتتباع بالوزن، في منها فضي وفي منها ذهبي على حسب تشطيب شغلك انتي عاملاه ايه. تمام، هبتدي ان انا اخد واحده بس كده، وهبتدي ان انا افتحها. طبعا خدي بالك برضو بتبقى ناشفه يعني جامده، ممكن تعورك، فحاولي تفتحيها بالزراديه التانية كده. بعد كده هبتدي ان انا اعلق السلسله الصغيره، وطبعا الحباسه اللي احنا مركبينها من الاول بيبقى ليها فتحتين صغننين من فوق، تقدري تعلقي فيها دبله او اي حاجه، فهعلق فيها السلسله بالشكل ده، وهبتدي ان انا اقفلها كويس جدا. تمام، وطبعا بعد ما بقفلها هاجي على الجنب التاني من السلسله الصغيره اللي انا شغاله فيها دي اهي، هبتدي ان انا اعلق فيها القفل. هبتدي ان انا اجيب الزرده كده. تمام، هبتدي ان انا افتحها واعلق فيها القفل. لو لاحظتوا القفل اللي معايا هنا حجمه مش صغير، حجمه وسط. تمام، وهبتدي ان انا اعلق برضو في السلسله الصغيره بالشكل ده. تمام كده، يبقى انا ركبت السلسله وركبت القفل بتاعها. طيب السلسله التانية دي بتاعت ايه؟ بتاعت التطويل والتقصير، يعني على حسب
ممكن مثلا البنوته تبقى عامله فورمه في شعرها، ممكن تبقى كده، فتبقى معاها سلسله التطويل دي تطول وتقصر براحتها. عايزه اقول ان انت ما ينفعش تستخدمي قفل صغير، عايزه اقول ان انت ما ينفعش تستخدمي سلسله رفيعه علشان ده شعر، فالحاجات دي ممكن تشبك فيه وتضايق البنوته. انما الحاجات اللي احنا مستخدمينها النهارده كبيره، فبالتالي مش هتعمل معاكي المشكله دي ابدا. تمام. هبتدي ان انا اعلق السلسله برضو بزردة او بدبلة بالشكل ده، واكون مقفلها كويس جدا علشان تبقى مظبوطة بالشكل ده. تمام. بعد كده هجيب برضو زردة او دبلة، وهبتدي ان انا اعلق اللولية اللي انا عملتها دي اهو، بعلقها كده في الدبلة، وبعد كده بعلقها في اخر دبلة في السلسلة اللي هي بتاعة التطويل، بحيث انها تدي شكل كده، بتكون بصراحة شكلها حلو قوي يعني، فاهميني؟ بس وبكده تكون بصوا شكلها حلو جدا ازاي. وطبعا بالنسبة للقفل ببتدي ان انا اقفله في اي دبلة من دول على حسب حجم راس البنوتة. تمام اهو، ببتدي كده ان انا افتح اهو، بصوا القفل معايا مش صغير ازاي، فبيكون شكلها كده، وبتكون طريقتها في اللبس سهلة وبسيطة جدا، حلوة قوي للاطفال لغاية 30 سنة. ممتازة. بيكون شكلها حلو جدا يعني، مناسبة قوي. تمام. تقدري طبعا تعمليها بالاسم، او ممكن تعمليها عبارة عن لولي بس بالورد، وبدل الاسم ده تعملي مثلا لولية نازلة كده على عند الحاجب مثلا كده، برضه هيبقى شكلها حلو قوي. بالنسبة بقى للمقاسات، انا هنا ببقى كاتبة الاسماء وقدامها السن بتاع البنوته، 5 سنين 10 سنين وهكذا. ده بيفرق معايا في عدد اللولي اللي انا بلضمه، بيفرق معايا في عدد الورد، يعني بصوا هنا انا حاطه 4 وردات، وبيفرق معايا كمان في حجم السلسله النهائيه اللي في الاخر بتكون كبيره او صغيره، كل ده على حسب سن البنوته. بجد من المشاريع الناجحه جدا، جديده شكلها حلو قوي. وطبعا كالعاده هستنى رايكم في التعليقات، تقولوا لي ايه رايكم في ورشه النهارده، استفدتوا منها ولا لا، حابين نعمل افكار ايه تانية في موضوع الاطواق، لان في ناس بتبقى واخده مثلا فكره مشروع بسيط او محدد زي مثلا الطوق. تمام. لان الطوق يعني شغله بيبقى سهل وبسيط عن الشنط كمان، وفي نفس الوقت ما شاء الله ما شاء الله بيبقى مربح، فطبعا بيبقى فيه منه افكار لا تعد ولا تحصى، يعني بجد بتبقى كتيره قوي للاطفال وللكبار، في افكار كتيرة قوي كمان في خيالي، يعني ما افتكرش يعني، زي مثلا الفكرة بتاعت النهاردة كانت الصراحة من افكار كده في دماغي، فحبيت برضو ان انا اشاركها معاكم. وكالعادة هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تتابعوني على صفحة القناة فيسبوك علشان تبعتولي ايه الاشكال او ايه الورش اللي انتوا حابين نعملها الفترة اللي جاية بإذن الله. واعذروني لو مش بعرف ارد على كل الناس، عشان بجد بيبقى عندي ضغط في شغل في كل حاجة، وكمان في شغل القناة. وكالعادة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم.